الورد والياسمين مساء العسل، مساكم اجمل من الجمال. الله يعزكم ويحفظكم ويحفظ شيوخنا وشعبنا وكل مقيمينا، ويحفظ كل الدول الخليجيه والعربيه وغير العربيه. اليوم نشكر الاشجار المميزه للتوابل. مشروع جميل نبي ندعمه، واليوم بنجرب التوابل. هي طبعا التوابل اهم شيء التحميصه مالتها. عندهم التوابل العربيه والخليجيه، وعندهم التوابل يسمونها توابل الشيف العاديه، وعندهم التوابل السبايسي، يعني عده انواع. مشروع جميل بوكسات جميله، يعني ممكن تودي هديه حق اي شخص، بدل ما تودي له شوكليت تودي له علبه توابل. اسعارها مميزه، ان شاء الله تكون مميزه يعني، وجميله ومتناول الجميع. الاشجار المميزه للتوابل بنطبخ فيها اليوم، وبننزل رقم التواصل اللي حاب يطلب، وبجربها انا، واذا شيء حلو بقول حلو، واذا ما بحلو بقول ما عجبني. كثير منيح، تابعني. اليوم بسوي لكم مرق الدياي بالكوسه، اوكي، ومع العيش الابيض المشوي. تابعني. اول شيء بنحط زيت الذره، قاع الجدر كامل، وتتريون لين ما الزيت يحر. اول ما يحر نجيب دياي صدور ونقطع شي مكعبات. اهم شيء بدا يحر، نشوح الدياي لمده 10 دقائق برا مع الزيت، واهم شيء الزيت يكون تقريبا فنجان كبير من القهوه، ونحرك عشان ما ينزل دياي ماي. نار عاليه. كمل الدياي 10 دقائق، شوف لونه كيف تغير. اللي يحب السبايسي يحط سبايسي، احط 4 حبات سبايسي، وبصل احمر ناعم، و10 دقائق على نار عاليه، ونسكر على الجدر على سبه البصل ينزل الماي. ونفس الوقت بنحط الثوم والزنجبيل، انا اسوي مكعبات واحطها في الفريزر، وحط الثوم زين. الفيروس منتشر هالايام، ومضاد حيوي قوي. الثوم، البصل، الزنجبيل، وامسح الصحن عدل. شوف كيف تحريكه بسيطه، كل شيء مع بعض. كله بينزل البصل الماي ويمكس معه الدياي والثوم والزنجبيل كذلك. سكره على نار عاليه لمده 10 دقائق. الحين نكمل 10 دقائق. بسم الله. قرب. تحريكه بسيطه. انا قايس بعيوني، انت قايس بالملعقه. انا بحط نص ملعقه طعام بابريكا حلوه، عندنا هني نص ملعقه طعام، كميه وايد. فلفل اسود، عندنا هني نص ملعقه طعام ماجي، ما عندك هذا النوع استخدم اي نوع ماجي. عندي هني بهارات مشكله، من منتجات الاشجار المميزه للتوابل. شوف كيف طالع. تحريك على نار عاليه دقيقتين، التتبيله تاخذ والدياي ياخذ نكهه البهارات. كيف قرب قرب قرب. نجيب الكوسه مكعبات صغيره، اسهل لك الامور يا موظف. نجيب عندنا طماط مقطع صغار، يعني ماي الدياي المرق من البصل والكوسه والطماط. تحريكه نمكس كل شيء مع بعض، ونفس الوقت نحط ملح، دايس الملح اللي تبيه. ونفس الوقت عندك اذا تحب، اعوذ بالله، نقول بسم الله، ما تفطر معلقه قويه، يلا بسم الله. ملعقه واحده كبيره معجون طماط، نحرك. نار عالية. أول ما تحسون بدأ ينطبخ بالحر المكونات اللي حطيناها داخل، نار متوسطة لمدة 40 دقيقة. علب دائما القزاز معجون طماط، أنا استخدم العيد، كيف تستخدم النوع اللي تبيه. ناخذ الكمية اللي نبيها ونحط شوية زيت. بتقولي ليش؟ حسبت ما يستوي عفن ويستوي ريحة في المعجون. حطه في الثلاجة. أهم شيء مكان حافظ ويكون دافي، ما يكون بارد بارد ولا حار.
هني غطينا مرق الدياي مع الكوسه 40 دقيقة بعد ما بدا يغلي، 40 دقيقة بينزل كل الماء اللي في الخضار والبصل والمكونات الثانية. الحين بنسوي العيش بالزعفران، عجبني اليوم مرتبك لاني بسرعة. هني بنحط كمية زيت، أهم شيء قاع الجدر يكون كامل زيت. بنطبخها طباخ العيش. هني عيش جواتم أو محمود أو بلكاس أو عبود، أي نوع اللي تبيه، ما شيء يكون بسمتي. أنا أستخدم جواتم أو محمود، غسلته 4-5 مرات. الحين بنزله هني، نزل كل حبة رز، نعمة زوالة، تابعنا. نزلنا العيش، نمكسه كذي مع الزيت، النار عالية. نحط ملح الكمية اللي تبيها، 2-3. أنا لا تخاف، ملحي متوازن. أهم شيء الماي سنتي واحد فوق العيش، قرب طالع تقريبا لتر. نار عالية، نمكس كل شيء مع بعض. شوف قرب، نار عالية قريب ما ينشف الماي، تخليه شوي رطب. نار شمعة وتسكر عليه بألمنيوم أو أي نوع أنت بتغطي عليه لمدة 40-45 دقيقة. لون زعفران، اللي ما عنده زعفران يحط لون الزعفران مع ماي الورد. بتقول لي كيف؟ أقول لك جرب، يعطي نكهة وايد حق العيش. ما تبي تحط، حط ماي بدال ماي الورد. نحركه عدل. كيف رطب العيش، نحط على جنب واحد ونسكر عليه بألمنيوم. تابعني، نسكر عليه بألمنيوم، نار شمعة لمدة 40 دقيقة. 10 دقائق عشان يكمل الدياي 40 دقيقة. قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل عليه كزبرة خضراء، كمية اللي تبيها. أنا وايد أحب الكزبرة بالأكل. وخليها 10 دقائق يكون الدياي بعد ما بدأ يغلي ماي الطماط 40 دقيقة كمل. شو كيف؟ مرق يعني خاطرة، ما بصالونة. تبي صالونة زيدها ماي وايد. أنا سويتها خاطر. شوف قرب. نسكر الجدر 10 دقائق نار متوسطة. بسم الله. هذا مرقنا، مرق الدياي مع الكوسة. بسم الله. قرب شوف خاطرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مرق الدياي. بسم الله الرحمن الرحيم. احس الدياي صور. اوكي، سريع سريع بالعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف حبة العيش حبة بحبتها. أنا قلت بالزعفران، في ناس يعني ما تقدر تحط زعفران، تحط لون، وماي الورد يعطي نكهة بعد جميلة. وهذا مرقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عيشنا. طبختنا اليوم برعاية الأشجار المميزة للتوابل. بحط لكم العنوان، اللي حاب يطلب يرسل واتساب أو يتصل. عنوانهم في أبو ظبي. الله يسعدكم ويحفظكم، وإن شاء الله دوم سعادة مثل ما مسعديني. الله يسعدكم.